هاتها من الشبكة، هاتها من الشبكة. حبايبنا المتابعين، مرحبا بكم أينما وصل لكم محتوانا الرياضي الحصري اللي هنقدمه لكم من خلال حساباتنا على فيسبوك ويوتيوب. هاتها من الشبكة، كرة زمان عندنا وبس. أهداف نادرة لجميع اللاعبين في مصر بداية من الخمسينيات. هتلاقي لقطات حصرية لمحمود الخطيب وحسن شحاتة وفاروق جعفر ومصطفى عبده، أهداف لم تراها من قبل. هاتوا وتصديات، مراوغات، تسديدات، بطولات من زمن الكرة الجميل بشكل حصري هتشوفوا معانا العجب. وهاتها من الشبكة. زي حكاية الدراويش مع لعيبة مش بتعيش وكواليس. رحلة نادي فرانكفورت الألماني لمصر سنة 74، مواجهة الزمالك وريال مدريد، موقعة الإسماعيلي والأنجلبير في نهائي أبطال أفريقيا، المواجهة الحاسمة بين مصر ومدغشقر في دورة موسكو الأولمبية سنة 1979. وياه على مباراة الأهلي والسكة الحديد سنة 58 بالجزيرة، وملحمة مصر وأوكرانيا الودية برضو في سنة 1958. وملخص آخر مباراة لساحر الكرة الإسماعيلاوي اللي مات بعدها بساعتين. حاجات تانية كتير محدش شافها قبل كده، زي اللمسات النهائية لاستاد القاهرة قبل افتتاحه في الستينيات، وافتتاح الرئيس جمال عبد الناصر أكبر ملعب في الشرق الأوسط، واستقباله فريق برازيلي سنة 1960. وعندنا كمان مواجهة رائعة بين الأهلي وبنفيكا في 62. وهاتها من الشبكة، هاتها من الشبكة. هنعرض لكم تصريحات نادرة لصالح سليم عن الخطيب ومقارنته الشهيرة بين بيليه ومارادونا وبلاتيني. في وجه في التشابه طبعا أكثر يمكن في رأيي أنا ما بين طريقة لعب بلاتيني وطريقة لعب الخطيب. وكواليس تصدر بيبو في عز توهجه لغلاف مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، معلومات ولقطات كتير عن مهارات سامح اليماني وطارق محجوب ومحمد الهادي. وهنعرفك على جواهر الزمن الجميل اللي كان معاهم رجلين تتلف في حرير وشهدت الملاعب على نجوميتهم. طيب فاكر حمدي نوح ولا المجري أو حتى طاهر الشيخ وشريف عبد المنعم وشريف الخشاب ومحمود المشاقي ولا جمال جودة؟ كل ده هتشوفوا معانا. استنونا في مفاجآت أكتر وأكتر ملهاش نهاية على هاتها من الشبكة. كرة زمان عندنا وبس، حاجتنا حصرية ومش هتلاقيها عند حد تاني. وهاتها من الشبكة، هاتها من الشبكة.